ازيكم عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة كان عندي كده خروجة حلوة كده انا وجوزي والاولاد. الصراحة كان يوم ممتع جدا وكانت خروجة حلوة قوي. وده كده جوزي وولادي اياد وزياد وتوتة بنتي اللي انا عاملة الصفحة باسمها. الصراحة كان يوم جميل جدا 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 مع اولادي. والصراحة الزوج الحنين ده بيبقى رزق من عند ربنا. ربنا بيبعتولك كده رزق الصراحة، يعني حنية الدنيا كلها فيه وطيبة الدنيا كلها فيه. خرجنا بقى ودينا بقى رحنا مشينا على البحر ورحنا ابو العباس. بس البحر ما عرفتش اصوره لكم الصراحه لان كان فيه اصلاحات كتير لان كانوا بيوسعوا البحر. فما عرفتش اصور لكم البحر خالص. فهنا بقى من اول ما نزلنا من ناحيه سان ستيفانو كان يوم جميل جدا. ورحنا ابو العباس. ابو العباس دي مشهورة جدا في العيد، بتبقى جميلة جدا 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 ومتملي الاطفال كلها ما بتروحش غير هناك لان مليانة مراجيح. وهنا انا وتوتا بنتي كنا قاعدين عند القلعة وقلنا ناخدوا كده صورة كده حلوة مع بعض. وجوزي بقى والاولاد كانوا بيلعبوا كورة. والناس هناك كانت قاعدة بقى منبسطة جدا بالبحر، وكان الجو والهوا كان جميل جدا هناك. ودي القلعة بتاعتنا بتاعت اسكندرية جميلة جدا من جوه، بس ما فيش دخول بالليل فيها واحنا كنا رايحين بالليل. ورحنا قعدنا هناك. بجد الهوا كان حلو قوي والقعدة هناك كانت جميلة. وكانت ناس بقى مشغلة اغاني وهناك كل حاجة موجودة للاطفال، متاحة جدا اي حاجة بيشتروها. هنا دي بداية دخولنا من ناحية القلعة من بره من ناحية الانفوش واحنا داخلين. بس الحقيقة كانت زحمة جدا بقى مش عارفين ندخله بالعربية خالص. فكان واحدة واحدة بقى لان الناس هناك كتير والناس هناك بتحب تقعد في المكان ده. لان بجد الهوا هناك والجو بتاع البحر هناك عند القلعة جميل جدا. بجد اللي موجود في اسكندرية من المصيفين لو عايزين تروحوا روحوا اقعدوا هناك. القعدة هناك حلوة ومتاح للأطفال تلعب براحتها. والقعدة هناك بجد جميلة. هنا كان على البحر ناحية قهوة فاروق. كان بداية المشوار بقى بتاعنا واحنا داخلين ابو العباس. طبعا المكان المنور هناك ده ابو العباس. المكان ده مشهور جدا في اسكندرية في العيد. الناس كلها بتنزل عليه بالاطفال لان موجود فيه جميع انواع المراجيح والالعاب وبجد جميل جدا. بس بيبقى زحمة شوية في العيد لان الاطفال كلها بتحب فعلا ابو العباس لانه مشهور جدا من زمان عندنا في اسكندرية. بجد الفيديو ده يعني انا على قد ما قدرت قعدت اصور فيه لان في حاجات كانت بتتصلح على البحر ما كنتش عارفه اصورها كويس البحر لو ما كانش فيه تصليح وتصورته له. ده كده ابو العباس اهو من اوله بصوا المنظر والحسينه بقى. وكانت حاجه جميله جدا وكانت فسحه حلوه قوي قوي قوي. طبعا بصوا يعني بجد بجد